بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. إخوتي، حابة نوجد معاكم كسر الترخساس كما قلت لكم سبق، وقلت لكم نديروا معاكم على أصوله دون أي إضافات، لا زيت ولا بيض ولا خميرة ولا سكر ولا أي شيء. هذه هي رخصص معروفة عندنا، سورتو لي جان تاع دوكا يحبوها. هذه الكسرة هذه بفلفل ولا بالمرقة ولا بأي حاجة ياكلوها، يحبوها، يفضلوها بزاف أكثر من أي كسرة واحدة أخرى. تبعوا معايا الطريقة تتعرفوا على هذه الكسرة. إن شاء الله تنال إعجابكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندي هنا سميد نوعيه مليحه، معليش الا متوفره عندكم مليح تاع ماما ولا مهم ولا ديروا اي واش عندكم. هنا درت 2 كيلات بالبول، درت 2 كيلات. يعني راح ندير مقادير مضبوطه بالعيار. شوفوا هكذا كيما موالفه ندير. هذا الملح ونزيد الماء، نروح لها بالتدريج، ما لازمش تكون مشمخه مليح، تكون يابسه العجينه باش تجيني واحده عجينه هايله. لازم تكون يابسه، بعد ندلك فيها شويه هكذا. هذه هي كسرة الرخساس، نقولوا لها ثواشكت، يحبوها بزاف رجال نساء دراري هكذا. راح نلم العجينه غير بشويه، ما لازمش، راني نقول ما لازمش تشمخ مليح، لازم تكون العجينه يابسه. هكذا، ولازم ندلكها. هذه الكسره هذه ندلكوها، كل ما ندلكوها تولي طريه وتولي بيضه تاني، تعطينا واحد المنظر هايل. هكذا راني لميت العجينه، راهي يابسه، تقولوا حجره بصح دوك تولي تطلق روحها وتولي هايله. مام نوعيه سميد راح تتبدل. الى سميد تاعكم سمر يعني كحل شويه، بصح مع هاد الطريقه يولي بيض، تولي عجينه بيضاء ملساء هايله. هاوديك بدا يتبدل وبدا يطلق روحه. شوفوا كيفاش راه يولي. راح ندير دوكا في الساشي تاع بلاستيك، نغطيه هاوليك. بعد ما درتو في الساشي ساعدني دوك يسهل لي الخدمه. راح نعجنو، راح نقطع قريصات هكذا. راح ندهن يديا بزيت الزيتون، يديا برك هكذا. راح نديرهم بالحلال، لازم يكونوا رقاق، يحبوها رقيقه. الكسره هذه لازم تكون رقيقه هكذا. نشكلهم. راح ندهن يديا بكا باش تساعدني في الخدمه. شوفوا كيفاش ولاو، شوفوا كيفاش ولات العجينه، شفتوا حتى اللون تاعها، اللون تاع السميد تبدل هايل. دوك عنده فقاعات، خرجت لي واحد عجينه هايله هكذا.
راح نبدا نزيد هذه تاني. شوفوا دهنت الزيت، زيت نباتي ولا زيت زيتون، الا متوفر عندكم زيت الزيتون احسن، يعطي واحد الجو هايله. هكذا نزيد الاخرى هذه تاني هكذا، نزيد هذه هكذا. دوك نديرهم في الساشي ونبدا نشكل. شفتوا بالزيت ساعدني سهل لي الخدمه. شوف دوك ندير الحلال باش برك يجوني متساويين، ماشي هذه طالعه هذه هابطه، جهه طالعه وجهه هابطه. هكذا نسقم بالحلال برك. راح نثقبها بالفرشيطه هنا، بالفرشيطه من جهه كي نديها للطاجين باش طيب لازم نعاود تاني نثقبها هكذا بهذه الطريقه. دوك نروحو نطيبوها على نار هاديه، لازم تكون نار هاديه ماشي مليح بصح باش ما تحرقناش. يلا هكذا نزيد نعاود نثقبها هنا. هنستعمل هذه الحجره درناها سبيسيال لهذه الكسره هكذا باش يطيب اكل مع بعض بنفس اللون. هكذا كنت كملت هذه الاولى، هذه راح نزيد الزوجه نفس الخطوات حتى نكملهم. هكذا راح نزيد الزوجه هذه هكذا باش نخليها رقيقه ومامتو يجيو كيف كيف كل جهه متساويه مع اختها هكذا. هاني كملت خلاص. راح نثقبها ثاني بلا ما تنساو تتبعوا الخطوات. شوفوا ان شاء الله تنجح لكم نتوما تاني وسيوها تشوفوا والله بنينه بنينه بزاف، ماشي كيما الكسره الاخرى ولا كيما المطلوع، هذه غير شكل، غير سيوها وتشوفوا. راح نطيبها نزيد نثقبها هنا في الطاجين. هذه ماشي كيما الاخرى ثم ذكرت تاع الزيت، ماشي كيما هذيك نخلوها حتى طيب من جهه باش نقلبوها، بصح هذه لا غير تاخذ القشره برك كيما هاك، لا كولور تاعها لازم تكون هكا، نقلبوها باش نطيبوها وتجينا هايله هكذا حتى طيب من جهه هذيك التحتانيه ومن بعد نزيدو نقلبو، بصح في الاول لازم تمتم نقلبوها. هاني كملت طيابهم، شوفوا كيفاش جاو هايلين، شتو رقاق. شوفوا هذه معشوقه تاع ليجان تاع رجالنا يحبوها اكثر من المطلوع، نرافقوها هكا بالحميص ولا بالزيتون، زيتون نديروه في الدار. هاوليك شوفوا كيفاش نقطع لكم تشوفوا تاني كيفاش يجي هايل. شوفوا ناكلوه هكا
نرافقوه بالحميص. نقولكم سيو ان شاء الله ينال اعجابكم يا رب. نقول اللي مازال ما شاركتش تدخل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس، تدعمني بالجيم، الى فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله، وشكرا.